فيلم 7 دوجز، الفيلم نزل الإعلان الرسمي بتاعه طبعا من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز ومجموعة من النجوم العالميين، سواء نجوم هنديين ونجمة الإيطالية الشهيرة. ففي نجوم كتير عالميين مشاركين في الفيلم، والفيلم طبعا من تأليف محمد الدباح، سيناريو تأليفه والكتابة بتاعته، وفيلم من إخراج المخرجين الاتنين العالميين اللي عملوا سلسلة باد بويز، اللي هو عادل العربي وبلال الفلاح. الفيلم ده هيبقى ده اصلا متكلف تكلفة انتاجية عالية تخطط ال40 مليون دولار. يعني ايه صباح الفل كده، ميزانية كبيرة جدا، اصلا اعلى ميزانية لفيلم عربي اتعملت في تاريخ السينما العربية. فهنشوف مستنين الفيلم نزل اعلان تريلر رسمي بسيط، ما شفت منه بعض المشاهد، هو الاكشن والحاجات دي، بس مش عارفين برضو القصة عبارة عن ايه. لسه منزلش الاعلان الطويل اللي هو 2 3 دقايق عشان نعرف الفيلم والقصة بتاعته وتفاصيل حاجات عن الفيلم. بس الفيلم ظهر فيه مجموعة من النجوم، زي أشهرهم النجمة الإيطالية مونيكا بليتشي، ومجموعة من النجوم الهنديين، ومجموعة طبعا النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز. واستنتجنا إن في بداية الفيلم، اللي الفيلم أصلا أحمد عز وكريم عبد العزيز الاتنين مش بيطيقوا بعض، بس في خلال أحداث الفيلم في الآخر هيبقوا أصدقاء وكده. وطبعا الفكرة دي متاخدة من أفلام أجنبية كتير، زي طبعا باد بويز نفس الفكرة. فهي المجموعة ديت من الأفلام اللي داخلة بالقصة دي. طبعا فيلم واخد إنتاج ضخم وتكاليف كتيرة وصورة تقنيات عالية، فده هنشوفه. والفيلم هينزل السنة دي، بس أتوقع تقريبا هينزل آخر السنة في شهر 9 8 كده. يعني كانوا عاملين إعلان بلعيبة النادي الأهلي، الشناوي وعلي معلول وإمام عاشور وزيزو. الصفقة الجديدة اللي كان معمول لها إعلان جامد، عملوا لها الإعلان، كانوا مشاركين في الإعلان. بس هم طبعا عاملين إعلان أكشن، بيعملوا أكشن في الفيلم، بس هم أصلا ده إعلان ترويجي للفيلم، هم مش مشاركين في الفيلم خالص. ده إعلان ترويجي تسويقيا، حاجة طبعا ذكية جدا من المخرج المنفذ، معمول بطريقة صايعة، اللي هو ايه بيسوق للفيلم بالطريقة دي. وطبعا صفقة زيزو اللي هي أهم صفقة الفترة ديت، والأهلي كان لسه أعلن عليها أول يوم العيد، صفقة زيزو. بعد كده نزل الإعلان الرسمي للفيلم، وكان نزل قبلها إعلان رسمي الفيلم، وعملوا إعلان زي ما قلت الإعلان ده لفيلم 7 دوجز. فدي كانت كل حاجة عن فيلم 7 دوجز. وطبعا كده ايه، هو طبعا في افلام كتيرة طبعا مشاركين فيها. وطبعا كريم عبد العزيز بيستعد بعد ما خلص مشروع اكس، اللي هو طبعا هو انتهوا تقريبا، شبه انتهوا من فيلم 7 دوجز. كريم عبد العزيز بيستعد لفيلم الفيل الازرق 3 الجزء الثالث، هيدخل التصوير قريب. واحمد عز يكمل في فرقة موت، الفيلم بتاعه فرقة موت. وفي افلام سلسله من الافلام كتير هيتعمل منها جزء اجزاء تانية. طبعا ولاد رزق 3 اللي كسر الدنيا هيتعمل منه جزء رابع، وبيستعدوا اللي هم بيكتبوا سيناريو ويخلصوه عشان يدخلوا تصوير في اقرب وقت، يصوروا ولاد رزق 4. دي كانت كل حاجه عن السينما العربيه. بقى داخلين في افلام نازله، في فيلم نازل طبعا لمحبي سلسلة هاو تو ترين يور دراجون. السلسلة دي نازل جزء جديد، في الجزء ده هيبقى يعني ايه، حقيقي بقى، مش انيميشن وسي جي اي. وطبعا في سي جي اي موجود في كل الاجزاء، بس الفيلم ده هيبقى ممثلين فعلا حقيقيين، في كمية بجانب السي جي اي بتاع التنانين وكده، بس في الممثلين نفسهم دول حقيقيين، اشخاص ممثلين فعلا. فهيبقى فيلم حقيقي بطابع حقيقي. الفيلم ده بعنوان هاو تو ترين ذا هيدن وورد، العالم الخفي. فهنشوفه. الفيلم ده هينزل يوم 13/6، خلاص فاضل ايام بسيطه وينزل في السينمات. مش عارف هينزل في مصر امتى بالظبط، بس هنشوف. بس لو عجبتكم الحلقه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. تابعني على السوشيال ميديا، اللينكات في الديسكريبشن، واشوفكم في حلقه جديده. سلام.